مساء الخير على حبايبي ومتابعيني، يا رب دايما كده تكونوا بخير وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض فطيرة حلوة قوي، شايفين طرية ازاي؟ زي اللي بتجيبيها من بره، بس هنعملها النهاردة بطريقة صحية من غير دقيق، يعني خالية من الجلوتين. مناسبة جدا للي بيعمل دايت، وكمان انا عملتها مكونات ما ترفعش السكر في الدم، مناسبة لمرضى السكر ومقاومة الأنسولين، وكمان اللي عنده حساسية من الجلوتين هتكون حلوة جدا ليهم. الفطيرة دي يا جماعة تنفع للفطار أو العشاء، وكمان ممكن تاكليها في الغداء. تابعوني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. بس يلا بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ فطيرة حلوة جدا وهتعجبك، ومكوناتها بسيطة جدا. أنا هقولكوا دلوقتي على المكونات بتاعتنا، على المكونات الأساسية بتاعة الفطيرة، لكن بعد كده هنضيف إضافات بسيطة. انا معايا هنا 5 معالق من دقيق الشوفان. انا ما بجيبش الدقيق بتاع الشوفان، لكن بجيبه عبارة عن حبوب، وبديله كده تحميص على النار، بطلع منه الرطوبة، وبعد كده بضربه في الكبة بتاعة الخلاط، بيبقى معايا بالشكل ده. ومعايا هنا معلقتين من السمسم، وكمان معايا معلقتين من السوداني او اللوز. يعني انا هستخدم يا سوداني يا لوز، مش الاتنين مع بعض، عشان ما يبقاش نسبة الدهون مرتفعة في الفطيرة بتاعتنا. ومعايا هنا بيضتين، وعلبة زبادي من اللي هي 110 جرام، يعني تقريبا 3 معالق زبادي كبار. واللي عنده حساسية من الألبان هيستخدم بدل الزبادي المية، يعني هيحط حوالي مثلا ايه 3/4 كوباية من المية، او على حسب ما الفطيرة هتاخد معايا. ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا جبت المطحنة دلوقتي وحطيت فيها السوداني زي ما انتم شايفين كده، وضربت ضربات متقطعة لغاية ما بقى شكله شكل الدقيق كده زي ما انتم شايفينه. تضربيش ضربات طويلة علشان ما يبقاش معاكي زبدة فول سوداني. ودلوقتي هحط السمسم علشان برضو اضربه بالشكل ده، ضربة كده او ضربتين متقطعين، هيبقى معاكي زي الدقيق. اللي بالنسبة للشوفان انا قلت لكم برضو بديله تحميصة الحبوب بتاعته، وبحطه في برطمان في باب التلاجة، وبستخدم منه على طول، بيبقى جاهز معايا. خلاص انا ضربت السمسم بقى بالشكل ده، ضربات متقطعة يا جماعة، ما تزوديش عليه عشان ما يبقاش معاك طحينة. وكده المواد الجافة خلاص جاهزة معايا، الشوفان والسوداني والسمسم. جبت بقى البيضتين، حطيت عليهم كده رشة ملح، ما تزوديش، وحطيت كده رشة من الفلفل الاسود. ودلوقتي بقى هبتدي احط المكونات كده على بعضها. جبت بقى بولة اكبر كده، حطيت فيها البيضتين، عليهم رشة الملح والفلفل الاسود، وهحط دلوقتي 3 معالق من الزبادي. بس هدي ضربة للبيض كده لغاية ما يعمل فوم كده الأول، عشان تبقى الفطيرة بتاعتي كده مرتفعة. هديلهم ضربة كده بالمضرب، أنا مش هستخدم ولا كبة ولا خلاط ولا هاند بلندر ولا أي حاجة، هستخدم المضرب اليدوي بتاعي. دلوقتي هحط كده ال3 معالق زبادي أو الكوباية اللي هي 110 جرام. هديلهم بقى ضربة حلوة كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، لغاية ما يبقوا كده كريمي كده، مش عايزة فيه أي تكتلات من الزبادي خالص. ايوه بالظبط كده. في اضافه كده ممكن تستغني عنها، انا جبت كده معلقه من الجبنه الكريمي، الدايت اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده على القناه، وحطيتها بالشكل ده. هي بتدي طعم حلو للفطيره، وبتبقى كمادة ربط برضو. وهضربها برضو كويس قوي مع المكونات زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا حطيت هنا البيضتين عليهم ملح وفلفل، وحطيت كمان 3 معالق من الزبادي، ومعلقه من الجبنه الكريمي ممكن تستغني عنها لو مش موجوده عندك. خلاص كده هبتدي بقى احط المكونات الجافة، ال3 انواع دقيق اللي انا عملتهم معاكم دلوقتي، الشوفان وكمان السمسم وكمان السوداني. وابتدأت برضو اقلبهم بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. لازم المكونات تختلط مع بعضها كويس جدا، ده اهم حاجة يا جماعة، ما يبقاش في اي تكتلات في العجينة بتاعتنا. حلو قوي كده. شايفين بقى الخليط بتاعي انا عايزاه يكون بالشكل ده. ودلوقتي بقى هبتدي ان انا اضيف كده معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. دي مهمة جدا، اوعى تنسوها، دي بتخلي الفطيرة بتاعتنا كده هشة ومرتفعة. وهقلبهم برضو كويس قوي مع الخليط بتاعنا. وكده هتبقى الفطيرة بتاعتي جاهزة. في شوية اضافات هضيفها دلوقتي، دي مش اساسية بس بتحلي كده الطعم. هحط كده رشة من الزعتر، الزعتر بيدي للفطيرة ريحة كده وطعم، وهي بتتخبز بتبقى حلوة قوي. وهقلبه كده مع الخليط بتاعي.
دلوقتي بقى هجيب شوية حاجات كده، يعني انا عندي زيتون خليته كده وحطيت جزء في العجينة، وكمان فلفل احمر وفلفل اخضر وقرن شطة برضو قطعت صغير، وكمان طماطمية خليتها من القشر ومن البذر وقطعتها صغير مكعبات بالشكل ده. دي شوية خضار كده يا جماعة حطيتهم على الفطيرة هتديها طعم حلو قوي، وكمان بتعلي القيمة الغذائية. وجبت بقى القالب البايركس بتاعي، طاجن بايركس كده زي ما انتوا شايفينه مربع، وحطيت فيه كده نقطة من المية وحطيت عليها ورق الزبدة. ودلوقتي بقى هجيب كده معلقة من الزيت الزيتون وهبتدي ادهن ورق الزبدة اهو، معلقة واحدة كده، معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وهدي دهنة بسيطة كده لورق الزبدة بتاعي. وبعد كده بقى هصب الخليط، بس لازم طبعا ورق الزبدة علشان ما تلزقش معاكي. هصبها بقى بالشكل ده كده. شايفين بقى القوام بتاعها؟ انا عايزة القوام بتاعها يكون بالشكل ده. وهبتدي اسويها بقى في القالب البايركس او في الطاجن البايركس كده بالشكل ده. انت ممكن تعمليها في اي حاجة، حتى لو في صينية ألمونيوم، طالما حاطة ورق الزبدة مفيش اي مشكلة. حطيت كده برضو على الوش رشة من الزعتر، وحطيت كمان كده قطع من البسطرمة. طبعا الحاجة اللي انت بتحبيها وبتفضليها حطيها. انا عشان بفضل البسطرمة، بحب الطعم بتاعها، حطيت لها كده بسطرمة على الوش. ودلوقتي بقى هجيب برضو زيتون وفلفل وقطع طماطم واحطهم برضو على الوش زي وش بيتزا كده. الحاجة اللي بتفضليها حطيها، بس الخضار يا جماعة بيعلي القيمة الغذائية جدا. حطيت بقى البسطرمة كده، وهجيب برضو شوية زيتون، حلقات زيتون حلو قوي كده. وبرضو هجيب كده شوية من الفلفل الأخضر والأحمر، كمان مقطعة قرن شطة، وقطع من الطماطم بقى شكلها حلو جدا. جبت بقى شوية موتزاريلا كده هحطهم على الوش. لو مش عايزة تحطي مفيش أي مشكلة. أهم حاجة بس يا جماعة الموتزاريلا تكون من مصدر حيواني، ما تكونش نباتي. الحاجات النباتية دي ابعدوا عنها خالص، لأن بتبقى كلها زيوت مهدرجة مش صحية أبدا. ورشة كده من حبة البركة، طبعا دي اختياري. وهدخلها دلوقتي الفرن بقى، أنا قايدة الفرن دلوقتي على درجة حرارة 180. هدخلها كده قعدت حوالي نص ساعة. بصوا بقى شكلها بعد ما طلعت تحفة، أحلى كمان من الكيكة. هوريلكم بقى الطراوة بتاعتها دلوقتي. بجد يا جماعة الفطيرة دي كان طعمها حلو قوي، حتى الولاد حبوها وحبوا طعمها، لأن كل الإضافات اللي فيها كمان بتحليها وبتخلي طعمها حلو قوي. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ اهو طرية جدا زي الكيكة، سخنة بس مولعة. اهو شايفين حلو قوي. هطلعها دلوقتي بقى واوريها لكم كده، هشيلها كده بالورق بتاعها اهو، وهبتدي اقدمها معاكم. بصوا هتطلع من ورق الزبدة بكل سهولة، شايفين اهو ما لزقتش ولا اي حاجة. وابتدي بقى اقطعها كده معاكم، وهوريلكم جزء هتشوفوها ان هي طرية جدا، والريحة بتاعتها وهي بتتخبز كانت تحفة. ريحة الزعتر مع البسطرمة مع الزيتون. جبت بقى الترانش بتاعي، ما تحاوليش تقطعيه بسكينة عادية عشان ما تعجنش معاكي، قطعيه كده بسكينة مشرشرة. شايفين بقى الطراوة بتاعتها تحفة؟ شايفين جميلة ازاي؟ هقطعها كده قطع بقى. انا بقطعها قطع واشيلها في علبة في التلاجة، ولما بعوز منها بستخدم كده سلايز وباخده. شايفين بقى تحفة؟ طرية جدا وجميلة، وريحتها وطعمها مفيش بعد كده. ممكن تفطري او تتعشي بيها، بتبقى حلوة قوي. ممكن كمان تنفع للغدا، وممكن كمان تقطعيها وتحطيها في اللانش بوكس بتاع الولاد، مغذية جدا والطعم بتاعها حلو قوي. شايفين بقى الطراوة بتاعتها ومن جوه تحفة؟ يا ريت تجربوها يا جماعة، حلوة قوي هتعجبكم. انا بتمنى طبعا يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب القناة. يلا باي باي، سلام.